السلام عليكم. اليوم بدي أقدم لكم وصفة كباب اللحمة الناعمة مع الخضار بالفرن. يوجد على قناتي كتير وصفات كباب، كل وحدة تختلف عن التانية. في كباب بالدجاج، في كباب بالبرغل، في أنواع كتير بتمنى تشوفوها. أنا هلأ بدي بلش بوصفتي. أول شي منبلش بلحمة الكباب. عندي لحمة ناعمة حسب الرغبة، بحط لها بقدونس، بصل كبيرة بفرمها ناعم، بحط لها التوابل المطلوبة، ملح، جوزة الطيب، فلفل أسود، بهارات اللحمة، معلقة سمنة لأن لحمتي ما فيها دهن ابدا، يعني شيء قليل كتير، لهيك حطيت لها معلقه سمنه. هلا بنحركهم مع بعضهم، ندمجهم مع بعضهم. وهلا بدنا نبلش نمد اللحمه على السياخ. اول شي منبل ايدينا بالمي. ليش؟ لحتى تسهل علينا عمليه مد اللحمه على السيخ وما تفرط ابدا اثناء الشوي. هاي النتيجة النهائية، الكمية والشكل. هلأ بدنا نبلش نحضر الخضروات اللي بدنا نحطها بصينية الفرن مع الكباب. عندي أنا بندورة قطعتها بشكل دائري، وعندي كمان بطاطا 4 قطع، طبعا دائري أو طولي مثل ما بدك حسب الرغبة الشكل. وعندي أنا اخترت من بين البصلات اللي عندي بصلات صغار، بيطلع الشكل أحلى. وإذا عندك بصل كبيرة القطعة فيك تقطعيها 3 قطع وتحطيهم، والفطر هون اختياري إذا موجود. وعندك كمان أنا حطيت فليفلة خضراء. كل هالخضروات بحطهم بصينية الفرن مع بعضهم، وبرش عليهم نعناع جاف وزيت نباتي، بخلطهم. بعدين بسحب اللحمة من السيخ. شايفين كيف قسيتها محافظة على شكلها؟ هون أنا حطيت اللحمة فوق الخضار منشان تبقى اللحمة طرية، واللحمة بتمتص مرقة الخضار. قديه بتكون طيبة، قديه بتكون شهية، قديه بتكون صحية مغذية. بتمنى تجربوها، كتير طيبة هالوصفة. هلا بدي احطها بالفرن، بغلفها للصينية بورق سلوفان او اسمه قصدير، بحطها لمدة نص ساعة. بعدين بشعل الفرن من فوق ومن تحت. هلا بدنا نحضر سلطة المشاوي. بصل بقطعه بشكل طولي او دائري، بحط عليه بقدونس، بحط عليه سماق، بحط عليه ملح، بفركه. هلأ بدي حضر صلصة خبز المشاوي. هي كتير طيبة على فكرة. بحط معلقتين طماطم، معلقة فليفلة حرة، معلقة أوريجانو، معلقة فلفل أسود. بنحركن. أنا عندي خبز تورتية، ما عندي خبز عربي. سواء كان خبز عربي أو تورتية نفس الشكل بنقطعه. وندهن الخبزات بصلصة خبز المشاوي. هلأ فوق الخبز سلطة المشاوي. هاي صينية الكباب بعد خروجها من الفرن، الشكل بجنن، الريحة معباية المكان، الخضار يعني بتدوب دوب، طالعة مستوية. شوفوا البصل كأنه مشوي على الفحم، اللحمة امتصت مرقة الخضار. قديه معناتها الكباب طرية، قديه معناتها الكباب مغذية وصحية. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. لا تنسوني أبدا باشتراك ودعمكم بلايك وتعليق
يصلكم جديدنا. اشترك في قناة تشجيعا لي.